لم يكن يعلم أحمد طيب أردوغان القاطن في حي قاسم باشا بمدينة إسطنبول أن طفله رجب الذي ولد لتوه في عام 1954 سيكون له شأن كبير في بلده تركيا. فالأب الذي يعمل قبطانا هاجر بأسرته المكونة من 6 أفراد متوسطة الحال من قرية بالأناضول إلى مدينة إسطنبول الكبيرة سعيا وراء الرزق. أتم الطفل رجب دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في حي قاسم باشا، واضطر لبيع البطيخ والسميط كي يستطيع معاونة والده في توفير مصاريف الدراسة. تخرج أردوغان من مدرسة الأئمة والخطباء قبل أن يلتحق بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية ليتخرج منها عام 1981، ثم التحق بالجيش التركي فترة تجنيده. كان الشاب اليافع مولعا بكرة القدم، إلا أن ولعه هذا لم يمنعه من المشاركة القوية في العمل السياسي، حيث تولى رئاسة جناح الشباب بحزب السلامة الوطني بقيادة نجم الدين أربكان في نهاية السبعينات، وهو لا يزال في 22 من عمره. لكن مع الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 تم إلغاء جميع الأحزاب، وبحلول عام 1983 أعادت الحياة الحزبية إلى تركيا، وعاد نشاط أردوغان من خلال حزب الرفاه خاصة في محافظة إسطنبول. العام 1994 شكل بدوره منعطفا هاما في حياة الزعيم التركي، حيث فاز بالانتخابات البلدية لمدينة إسطنبول قبل أن يبدأ مشروعات خدمية موسعة تمكنت من نقل المدينة إلى مرحلة حضارية رائعة بعد أن كانت غارقة في تلال من القمامة ومياه الصرف. في عام 1998 اتهم أردوغان بالتحريض على الكراهية الدينية، وهو ما أدى لسجنه ومنعه من العمل في الوظائف الحكومية ومنها الترشيح للانتخابات العامة بسبب اقتباسه أبياتا من شعر تركي يقول: مساجدنا ثكناتنا، قبابنا خوذاتنا، مآذننا حرابنا، والمصلون جنودنا، هذا الجيش المقدس يحرس ديننا. القضية لم تثني أردوغان عن الاستمرار في مشواره السياسي، فرغم حاضر حزب الفضيلة أسس أردوغان مع عدد من السياسيين منهم عبد الله جول حزب العدالة والتنمية عام 2001 الذي رفع شعار خدمة الشعب طاعة للحق، ومارسه عمليا من خلال رعاية المواطنين والتعايش معهم لا سيما الفقراء منهم. وبالفعل خاض الحزب الوليد الانتخابات التشريعية عام 2002، وحصل على 363 نائبا مشكلا بذلك أغلبية ساحقة، لكن أردوغان لم يستطع ترأس حكومته بسبب تبعات سجنه، فترك المهمة لرفيق كفاحه عبد الله جول، لكن عاد أردوغان ليترأس الحكومة في مارس من عام 2003 بعد إسقاط الحكم عنه. بعد توليه رئاسة الوزراء عمل أردوغان على الاستقرار والأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تركيا، وتصالح مع الأرمن بعد عداء تاريخي، وفتح جسورا بينه وبين أذربيجان وبقية الجمهوريات السوفيتية السابقة، وأرسى تعاونا مع العراق وسوريا، وفتح الحدود مع عدد من الدول العربية، ورفع تأشيرة الدخول، كما فتح أبوابا اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية مع عدد من البلدان العالمية، وأصبحت مدينة إسطنبول العاصمة الثقافية الأوروبية عام 2009، كما عاد لمدن وقرى الأكراد أسماءها الكردية بعدما كان ذلك محظورا، وسمح رسميا بالخطبة باللغة الكردية. في عام 2009 وقف أردوغان بقوة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وخرج غاضبا خلال لقاء في منتدى دافوس جمعه مع الرئيس الإسرائيلي وقتها شيمون بيريز. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan 2 kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. كما وقف الزعيم التركي الذي حظي بشعبية واسعة في أوساط العرب والمسلمين مع الثورة السورية وضد تحركات المجلس العسكري في مصر ضد أول رئيس منتخب بها،
وكان أول من أشار برمز الرابعة بعد الأحداث التي وقعت منتصف أغسطس 2013. أردوغان الذي أصبح محل اهتمام مؤيديه ومعارضيه على حد سواء يقول دائما بأنه يدافع عن الدولة المدنية، لكن في إطار القيم الإسلامية التي تنتمي لها الشعوب في مناطق واسعة من العالم، وفيما يحلو لبعض الإسلاميين أن يصفه بالخليفة الديمقراطي. يؤكد آخرون أنه ليس سوى زعيم قومي للأتراك. هل تقفون وراء الديمقراطية؟ اسطنبول. هل نحن ندافع عن القانون؟ اسطنبول. هل تدافعي عن إرادة الشعب؟ هل أنت إلى جانبي؟ هل نحن واحدة؟ وهل نحن إلى جانب بعض؟ وهل نحن إخوة؟